عسلامة، مرحبا بكم في سهلة مهلة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا الشحور اللي هو يعملوه للحلو والبقلاوة وغيره بطريقة سهلة مهلة وخاصة ناجحة. المقادير هما كيس من السكر، شوية ماء، ونص متاع قارصة. دونك اول حاجة باش نعملها باش نصب السكر متاعي في الكاسرونة اللي باش نطيب فيها، ومن بعد باش نبدا نزيد عليه الماء حتى لين يذوب. ان فيت الماء دوب ما يغطي لي السكر، هذاك علاش ما حددتش اكزاكتومون قداش، مي الماء ما يغطي لي السكر. بديت بربع كاس ومن بعد زدت شويه هنا هكا هاو. دونك ونبدا نحرك 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 ونذوب السكر قبل ما نحطه على الغاز. هذه هي الخطوه ياسر مهمه، على خاطر فما برشا ناس يحطوه ديريكتومون ومن بعد يقعد يتقزقز، معناها يقعد فيه السكر هكايا احرش وحاجه ماهيش باهيه معناها للحلو، وتهلك ديجا حتى البقلاوه ولا اللي هو باش تعملوه. دونك تذوبوا السكر قبل ما تحطوه على الغاز، ومن بعد ما تذوبوه. دونك بالكدا 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 تقعدوا تدوروا، وباش تاكدوا اللي هو ذاب تهزوا الكاسرونه وتثبتوا من اللوطه اللي ما قعدش الحبيبات الخشين، حتى معناها يقعدوا دوب بالليش هذوكم بطبيعتهم بسخانه باش يذوبوا. ومن بعد دونك نحطوه فوق الغاز. دوب ما نحط السكر متاعي فوق الغاز نقعد زاده نحرك فيه ونحاول نكمل نذوب هيك النكته تونا سكر اللي قعدلي ما ذابش من اللوطه. ونحرك نحرك نحرك كي نتاكد اللي هو ذاب نوقف على التحريك ونخليه حتى لين يغلي. دوب ما يغلي السكر متاعي باش نزيد عليه القارص. دونك نعمل العصره متاع القارص متاعي نص قارصه نعصرها ونخليه يزيد يغلي شويه. وباش نعرف اللي هو طاب تو سامبلومون نحط فيه فرشيطه ونهزها الفوق. ولازم الفرشيطة ما تقطرش هكا خيط كامل متاع سكر، لازم الفرشيطة تقعد هكا نكتات صغار صغار، نعرف اللي هو عقاد ومازال شادد روحه في الفرش. وباش تتاكدوا اللي هو زيدا طاب تنجموا تاخذوا شويه تونه بالمغرفه نتاعكم وتحطوه بين صوابعكم وتشوفوه اللي هو في الكونسيستانس نتاعكم. هذه كونسيستانس نتاع بقلاوه، فما حلو تحب له جيري شويه اجرى شويه من هذا طيبوا بنفس الطريقه غير تزيدوه شويه ما في الاخر. دونك كان هذايا الشحور نتاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم، وما تنسيوش باش تشتركوا في القناه وباش تعملوا لايك للفيديو باش يوصل لكم كل جديد. في الامان.